يا مساء الفل والجمال، تعالى اقول لكم بقى عملت ايه امبارح. فكان عندي مناسبه، طلعت اجري على اتelier تاجرة الغلابه. مدام فاطمه ست في منتهى الجمال. بقول لها عشان خاطر انقذيني في 3 ايام، اعملي لي بادي عشان عندي مناسبه فرح وكده. فقالت لي خلاص ما اقدرش ازعلك، 3 ايام بالظبط والبادي خلص. المهم رحت جبت من عند بلبل اللي هو القماش بتاع السواريهات. وبعد كده رحت بدأت عملت ليشز اللي هي بتقعد كام يوم دي. هي كانت حلوة قوي، بس انا كنت مستغربة نفسي شوية. عملتها عند افلاطون اللي في اسماعيلية. يعني هو بحب اتعامل معاهم في والليشز ما قسم اخدتش السيدات. نص ساعة تركيب. هتبتدي تظهر دلوقتي قدامكم بعد ما ركبتها، بس حاسة شوية نفسي غريبة، لان انا اصلا من النوع الطبيعية اللي ما بحبش احط مكياج ولا الحاجات دي خالص. يعني انا لو حطيت ميك اب وكده مرة في الاسبوع، ممكن يكون كمان عندي مناسبة يعني. فبقول هنا انا شكلي مختلف. المهم بعد كده بقى، بعد 3 ايام عديت على طنط فاطمة، كانت مخلصة البادي بتاعي. فطبعا انتوا مش هتشوفوه حلو غير لما اقيسه وتشوفوه كده. هو رقيق جدا جدا، وهي الحفلة كانت مدتها 3 ساعات، فما كنتش محتاجة حاجة اكتر من كده. وسبت لكم رقمها علشان لو حد حابب يتعامل معاها. حاجتها جميلة جدا جدا، ومواعيد تسليمها لذيذة. هنا بقى بدأت ابص لوشي في المراية، اشوف اعمل ايه بعد الليشز اللي انا ركبتها. حاسة ان انا شكلي برضو مختلف. وبعدين حاسة ان الليشز مش محتاجة ان انتي تحطي ميك اب كتير. فقلت انا لازم احط ميك اب بسيط. هي مناسبة جميلة وكل حاجة، ومدتها قليلة مش كتير، بس هي اخت العريس صاحبتي قوي. قاعدين مع بعض في اسماعيلية بقالنا كتير، بقالنا 7 سنين كده. فعشان كده قلت لازم اهتم بالمناسبة الحلوة دي. اول حاجة جبت مانيكير لونه بني، مط فيه مط خالص، ما فيهوش جليتر ولا اي حاجة، ورحت حطاه. وبعد كده رحت عاملة الطقم اللذيذ ده. ده بنطلون جلد معاه البادي السواري ومعاه جاكيت. البنطلون الجلد ده برضو طنط فاطمة هي اللي كانت عاملahولي، وكانت عاملahولي من 4 سنين. فمن 4 سنين والخياطة زي ما هي. يعني بصراحة هي ست قمة في الامتياز. حتى بقعد اقول لها ده انا كل ما بشوفك بفتكر مائدة الحناوي. وبعد كده رحت لابسه الطقم هو على بعضه. على فكره برضو الكاميرا نفخاني، انا برضو مش تخينه قوي للدرجه دي، ان الكاميرا نفخاني شويه. بدات بقى اظبط في البادي بتاعي، وبعد كده هبتدي احط المكياج. جبت اول حاجه ده كان كريم مستورد، بس انا دلوقتي ما عنديش بشتري مستورد خالص. كان في كولاجين. عبارة عن زي حاجة كده بتلمع ومصدفة، بتحطها كل يوم بالليل قبل ما تنام. بس هي الحاجات دي اعتقد دلوقتي ما بقتش موجودة، وانا اصلا ما بقتش بس بسأل على اي حاجة مستوردة. ورحت مكملة الكريم على ايدي. ده فيه هيرونيك اسيد وفيه كولاجين. تمام. وده اللي هو الكريم اللي هو الابيض اللي بيدي لمعة كده، عشان احطه في العين من الجناب. عملت ميك اب رقيق خالص، بس هو كان لذيذ. يعني صاحبتي لما شافتني، عشان هي اصلا بتشوفني على طول من غير مكياج، فبتقولي شكلك مختلف، شكلك احلى يعني. انا اصلا ضد المكياج والحاجات ديت. ولو حبيت بحط في ممكن مناسبة روج كل جمعة كده بس يعني. وبعدين ده بلاشر اصلا اتكسر، وقعهولي في الارض ولادي، بس برضو كان شغال وكان شكله حلو. تمام. ده خلاص انا كده حطيت مكياج، وما حطيتش حاجه، ما حطيتش اي شادو ولا اي حاجه، وحطيت روج. وبعد كده هحط ليب بلاس كده بيلمع مدي على سواري شويه. وانا كده عملت مكياج، ولا وجع دماغ ولا فاونديشن ولا اي حاجه. بس كنت عامله جلسه بخار،
وكنت عامله اللي هي الماسكات اللي موجوده في البيت. شوفوا حلقه الماسكات اللي انا كنت عاملاها حلوه جدا جدا يا جماعه، وبتفتح البشره وما بتخليكيش محتاجه ان انتي تحطي فاونديشن ولا اي حاجه. تمام. وده قلم التحديد نزل تاني موضه. تمام. انا كده يعتبر خلصت، ولبست الهاف بوت ده، وبعد كده تمام، والجاكيت بعد كده وخلاص. هي مناسبة رقيقة وبسيطة، وانا كمان يعني كان شكلي بيقولوا لي في الفرح يعني شكلك رقيق وشكلك حلو. انا كده جاهزة للفرح خلاص، والمكياج بسيط خالص خالص. وبرضو عملت يعتبر مكياج فرح. طول ما انتي وشك بيلمع يبقى انتي كده رايحة فرح. وقعدت بقى اتصور كده شوية، وبعد كده بقى ايه نزلت. هنا بقى وصلت الفرح، وبعد كده رحت مقابلة صاحبتي اللي هي اخت العريس. هي اصلا صاحبتي الوحيدة، هي ومعاها واحدة تانية، وانا بقالي 12 سنة في اسماعيلية، ما اعرفش غير 2 بس او 3 بالكتير يعني. فهي يعني من اعز اصدقائي، فعشان كده اهتميت بالمناسبة بتاعتها. هي اختي كمان مش صاحبتي بس. يعني هي من اعز اصدقائي، فكان لازم يعني ابقى لابسه حاجه حلوه وشيك معاها. وهي اصلا كمان ما عزمتش غيري، فعشان كده يعني احنا مع بعض دايما.